نعمل أطيب كيكة. عندي كاسة من الطحين، نص كاسة من الكاكاو، وعندي ربع معلقة صغيرة من الصودا، وعندي نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هلا رح احركهم كتير منيح، ورح اجهز عندي على نار عندي كاسة مي ونص كاسة زيت، ورح خليهم يغلوا. جهزت السوائل، عندي كاسة سكر، 3 حبات بيض، ورح اخفون كتير منيح. هلا حنزل عليهم المواد الجافة ومنحركهم كتير منيح حتى تحصل على قوام مثل المسبحة. رح اضيف فوقهم السوائل وهي سخنة، وهي الحركة ما تخافوا منها، هي بتساوي الكيكة كتير ظريفة. رح اخفون كتير منيح، ورح يصير عندي القوام سائل وبهذا الشكل مثل ما لكم شايفين. رح احط ربع معلقة صغيرة خل لانه نسيت، وهي بتخلي الصودا تتفاعل. هلا حطها بالصينية وعلى نار بالفرن على درجة حرارة 200 وبس. من تحت ححطهم 3 ساعة، وانا احتاج ل 25 دقيقة بصراحة. هون رح جهز عندي لحتى جهز الشوكولا ودوبها لنستخدمها بموس الشوكولا. دوبتها على نار، وهلا طلعت الكيكة من الفرن رح خليها تبرد. طبعا ديرها على وجهها مشان قيم هذا الوجه الناعم اللي هو بيحمل البيض. تمام. رح نشيل الوجه كلياته، ورح فتفت الكيك لانه رح استخدم اكواب بصناعتها. صراحة انا بحب الكوب بس هيك اضطريت. هلا رح استخدم لا بالكريمة. عندي نص كاس من الكريمة، ورحقتها كمان بنص ربع كاس من السكر. حطيته خفقتها منيح بشوية حليب. بعدين انا لحتى اساوي عندي موس الشوكولا، قمت شوي من الكريمه وخلطتها بالشوكولا كنت مدوبتها، وحركتهم مع بعض، ورجعت ضفتهم على كميه الكريمه كامله. وهلا بلشنا نطبق. حطينا البسكويت بالكعب، سقيناه بالحليب، حطينا عنا موس الشوكولا بهذا الشكل. وبعد هيك نعمل كذا كاسة. بعد هي الحركة رح ناخدها على الفريزر، ورح يقعدوا معي تقريبا ساعة ساعتين. ومثل ما شفتوا هلأ طلعتهم من الفريزر. رح استخدم هذا الشوكولا لحتى زين. وبما انه الصوص الشوكولا، او بما انه كان الموس الشوكولا كتير بارد، فورا عندي الشوكولا مسك. انا بحب الكاسات لهيك شلتهم من الكاسة وطلعتهم وحطيتهم بصحن، ومثل ما لكم شايفين شكلها كتير حلو عن جد. واذا حابين تشوفوا شكلها هي. واذا حبيتوا الفيديو يا ريت تدعموني، تعملوا لي لايك، بحبكم كتير. حابة اخبركم بان اذا عندكم حفلات او مناسبات نحن بنلبي جميع الطلبات.